السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي مشاهدين قناة أميرات المطبخ. إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس وأموركم تمام. اليوم جيتكم بوصفة سهلة مهلة تحضروها بالخف، واللي هي قراطة كروكات البطاطا بالدجاج بذوق الشاورما. وصفة جديدة سهلة وبنينة، خبيوها لشهر رمضان إن شاء الله، ويلا بينا نحضروها مع بعضنا. هنا كيما راكم تشوفوا عندي 5 حبات بطاطا متوسطين، قطعتهم بهذا الشكل، ملحتهم وحطيتهم في الكسكاسه باش يفوروا. هنا تقدروا تغليوها بصح باش تحافظ البطاطا على القيمه الغذائيه تاعها، من الاحسن تفوروها كيما درت. من جهه خلاف رايحه نحضر لا ماريناد تاع الدجاج تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنايا عندي صدر دجاج كنت قطعته دي كوب صغار كيما راكم تشوفوا. عندي حبة بصلة متوسطة قطعتها بعد دي كوب. عندي ثوم مرحية، وفي التوابل عندي ملح فلفل كحل توابل الشاورما حمر وشوية كمون مع لا كريم فريش اذا كانت متوفرة طبعا. لكن ما كانتش متوفرة تقدروا ديروا ياغورت ناتور وتخفوا بشوية حليب. المهم ديروا بالشي اللي عندكم في الدار. وبلا ما ننسى مغرفة صغيرة طماطم كونسيرفي. هنا جبت غيسيبيون حطيت فيه البولي تاعي مع البصل والثوم، مغرفة صغيرة طماطم كونسيرفي، والتوابل اللي ذكرتهم من قبل في المقادير. الكمون برك ديروا على راس المغرفة. هنا عندي الخل، راح نحط قيس مغرفة كبيرة هكذا باش تروح لنا هذيك الريحة تاع الدجاج راكم تعرفوها، ولا كريم فريش. وكيما قلت لكم اللي ما عندهاش لا كريم فريش تقدر دير ياغورت ناتور ولا الحليب، هادو رايحين يمدوا طراوه للدجاج تاعنا. هذا مكان كيما راكم تشوفوا هنا نخلط المكونات تاعي مليح مع بعضهم، ومن بعد نحطه في الفريجيدار واحد نصيف ساعه حتى لساعه كيما على بالكم. كل ما يقعد الدجاج في لا ماريناد تاعو كل ما رايح يجي بنين. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما جبت الدجاج تاعي من الفريجيدار جبت مقله حطيت فيها شويه زيت سونغو وحطيته باه يطيب ويتحمر، وهكا الدجاج تاعي راه واجد كيما راكم تشوفوا. وهنا بعد ما فارت البطاطا جبت حطيتها في ريسيبيون ورايحه نمعسها كيما راكم تشوفوا. وكي كملت زدت لها حبه بصله صغيره مقطعه دي كوب مع شويه معدنوس مع شويه ملح وفلفل كحل، وعجنتها مليح هكا بيدي باه نسهل العمليه على روحي فقط. شوفوا معايا لا تكستور تاع البطاطا كيفاش. دركا غطيتها وحطيتها في الفريجيدار لمده ساعه باش تحكم روحها، وكي نشكل لي كروكات ما يفسدولناش. هنايا بعد ما خرجتها من الفريجيدار رايحه نشكل لي كروكات تاوعي. هنا كما راكم تشوفوا البطاطا راهي حاكمه روحها بيان، وجبت فرماج طري باش نحطو في نص الكروكات. وهنا كما راكم تشوفوا راني نشكل في الكروكات تاع البطاطا تاوعي. طريقه سهله وبسيطه، يعني ما كاش ما يعرفش يديرها هذه. هنا بعد ما كملت كميه البطاطا اللي عندي شكلت هذه كروكات، عاودت رديتها للفريجيدار باش تحكم روحها قبل ما نقليها. وهنا جبت بيغاكس لومول تاع الفور ورايحه نحط فيه الدجاج تاعنا كما راكم تشوفوا. فرشته بهذه الطريقه. هنا بعد ما خليت لي كروكيت في الفريجيدار زادوا حكم رواحهم مليح جبتهم باش نقليهم. هنا عندي بياض بيض لا فارين ولا شابلور. اول حاجه نديرها نجيب الكروكيت تاعي نحطها في لا فارين كما راكم تشوفوا وننفضها مليح من لا فارين، ومن بعد نزيد نديرها في بياض البيض، ومن بعد باش نحطها في لا شابلور. وهكا بنفس الطريقه نكمل لي كروكيت تاعي بكل. وهنا بعد ما كملتهم جبت المقله تاعي وحطيت فيها زيت سونغو كما راكم تشوفوا ما تعمروهاش بزاف، يعني سي جوست هكا كما راكم تشوفوا. خليت الزيت يسخن مليح ومن بعد حطيت لي كروكات تاعي باش نقليهم حتى نحمرهم بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. ودركا رايحه نحضر لاصوص فرomage كريمه الجبن. واش عندنا فيها؟ عندنا كاس حليب، كاس كريم فريش، فرomage هنا عندي داك الفرماج الطري، فرomage غابي. في التوابل عندي ملح والحمار. في كاس اخر حنحط جميع المكونات الحليب لا كريم فريش توابل مغرفه كبيره فرينه والفرomage نخلط بارد في البارد ونحط على نار هاديه مع التحريك المستمر حتى تولي كريمه ثقيله. ابخي رايحه نزيد فرomage غابي ونخليها على النار حتى يذوب هذاك الفرماج.
هنا بعد ما قليت لي كروكيت وخليتهم يقطروا من الزيت تاعهم، رايحه نفرشهم في البلاطو فوق هذاك الدجاج تاعي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وهنا ابخي ما تقالت لا صوص فرomاج تاعي نصبها هكا فوق لي كروكيت. ان هاد الكميه تاع لي سكالوب والبطاطا خرجت لي دو بيركس. كما شفتوا بعينيكم هذه وصفه اقتصاديه وزيد بنينه، ما نقدرش نوصف لكم شحال بنينه. ديروها في رمضان وردوا لي بالخبر، يعني رايحه تفرحكم وتفرح العائله تاعكم. وهنا بعد ما صبيت لاصوص فرomاج جبت فرomاج غابي ورابيت من فوقه هكا باش تجيكم بنينه بزاف. يعني الحاجه كل ما تكثروا لها الفرماج كل ما رايحه تجي بنينه. هنا كنت سخنت الفور تاعي من قبل، ندخلها تطيب من تحتها ونزيد لها من فوقها، يعني مش راح تطول في الطياب، سي جوست 3 قراطينه. وهنا بعد ما وجدت الكراطان تاعنا وخرجت البلاطو من الفور، شوفوا كيفاه جات، منظر تاعها يشهي ما شاء الله، والبنه ما عندي ما نقول فيها. وصفه ناجحه بزاف لشهر رمضان ان شاء الله. ان شاء الله هاد الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم تعجبكم وتعتمدوها. كي تديروها ما تنساوش تردوا لي بارائكم في صفحتي على الفيسبوك اميرات المطبخ. ما تنساوش تعملوا لي اشتراك في القناه وتابونوني في لاباج انستغرام لي برنسيس دو كويزين. دركا ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.